مولانا مفيش نصيحة يا مولانا. انت خلاص مش نافع معاك نصايح المشايخ، انا هقول لك نصايح من ابليس. ايه ده؟ هو ابليس بيدي نصايح؟ يا مولانا هنكفر ولا ايه يا مولانا؟ يا عم اسمع، يمكن هو اللي يجيب معاك. في يوم من الايام سيدنا موسى ماشي قابل ابليس، فابليس قال له: يا موسى انت صفي الله، اصطفاك برسالته وكلمك تكليما، وانا من خلق الله، اذنبت ذنبا واريد ان اتوب. ده مين اللي عايز يتوب؟ ابليس. راح سيدنا موسى يكلم ربنا، قال له: يا رب ده ابليس عايز يتوب. قال له: يا موسى قد قضيت حاجتك. رجع سيدنا موسى قابل ابليس، قال له: ربنا بيقول لك ابحث عن قبر ادم واسجد لادم في قبره. فابليس قال له: ده اذا كنت انا ما سجدتلوش وهو حي اسجد له وهو ميت، وطالما انت استشفعت لي عند ربنا انا عاوز اكافئك. 3 مواقف لو افتكرتني فيهم وعرفت ان انا مترصد لك، لو وقعت هجيبك في الشباك بتاعي هتنجو مني. الموقف الاول والنصيحة الاولى، قال له: اذكرني عند غضبك، وانت غضبان عيني في عينك ووحيي في عقلك واجري في دمك. علشان كده سيدنا النبي اللهم صل عليه لما جاله واحد وقال له: يا رسول الله اوصني، قال ايه؟ لا تغضب. فردد مرارا، قال ايه؟ لا تغضب. فردد مرارا، قال لا تغضب. فالراجل وقف مع نفسه كده، قال: قعدت افكر، ده النبي عمال ياكد لي على الموضوع. بيقول: ففكرت حين قال رسول الله، كل شويه يقول لي الغضب الغضب، فاذا الغضب يجمع الشر كله. لان وقت غضبك مش انت اللي بتفكر، مين اللي بيفكر؟ شوشو يا مولانا. النصيحة الثانية والموقف الثاني، افتكرني وانت في أرض المعركة، لأن ساعتها أنا بروح للمقاتل والمجاهد أقول له: يا راجل هتموت وتسيب عيالك وفلوسك وأرضك وبيتك والدنيا والناس، فأحببه في الهروب فيهرب. وعشان كده سيدنا النبي قال: التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. وخلي بالك موضوع لقاء العدو ده مش سهل، عشان كده سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا فاصبروا. والنصيحة رقم 3 يا مولانا من إبليس، قال له: اوعاك تقعد مع واحدة ست من غير محرم. تقول لي بقى اصل هي زي اختي، اصل احنا واخدين على بعض، اصل احنا عمرنا ما نفكر في الافكار دي، لان شوشو ساعتها هيكون رسولك اليها ورسولها اليك. علشان كده سيدنا النبي نهانا ان احنا نقعد مع واحده من غير محرم. قال: لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. عارف احنا لو خدنا ال3 نصايح بتوع ابليس ده، والله العظيم اكتر الشباب حالها هيتصلح.